أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. مساء الخير سيدتي الجميلة، مساء الخير أصدقائي الأعزاء. وكلامي للستات في الوطن العربي كله. الناس اللي بتحب على النت يا جماعة، الستات قلبها ضعيف. عارفين ان انتوا قلبكم ضعيف، انما لما تسيبي اهلك وبلدك وهوب تطيري على واحد على اساس انه كلمك على النت وعشمك بالجواز وراح عشان تتجوزيه، بابا اضمن لكيش الكلام ده يبقى صحيح. يعني لو قلنا 1% صحيح، يبقى 99% هتشوفي بهدلة وهتشوفي كرب وهتشوفي حاجات وحشة كتير جدا. لأن أساسا الناس في الزمن اللي احنا فيه ده عدماء الدين، واغلبهم يا دوبك عايز يقضي معاكي وقت جميل كده وهوب يلا يزهقك ويضربك ويعملك ويسويكي ويمشيكي. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده لان ما شاء الله قابلتني مواضيع كتير جدا بهذا الشكل. الست اذا كانت في، انا مش هنذكر بلاد ولا هنذكر حاجه، الست جايه من البلد حبت واحد، الحكايه الروايه تعالي هتجوزك ايه، سابت شغلها وسابت الدنيا وسابت اللي عليها وهوب طارت راحت له. هوب قعد معاها شهر ولا شهر ونص وبنعمل الجواز والحكايه والروايه. طبعا اختلى راجل وامرأة، فاحنا عارفين الدنيا، فشبع منها، فبالتالي بياخدها دي بالنسبة له أجنبية إذا كانت في أي بلد، فلازم تتجوز عن طريق سفارتها. فالجواز بيطلع مضروب وبترجع تبكي بدل الدموع دم. بنحذر، وده التحذير على فكرة مش الأولاني ولا التاني ولا التالت، ده التحذير ال25. لو رجعتوا الفيديو